رسالة ربنا سبحانه وتعالى للحائر في ظلمة الاختبار. ربنا ذكر سببين كبار قوي الإنسان بيختبر بسببهم. السبب الأولاني هو إظهار ما في باطنك من صفات وأسرار. حتى أنت ممكن تقول الجملة كده: كان الاختبار ليظهر ما في باطنك من صفات وأسرار. تدفع كام لواحد يقول لك تقييم كامل لصفاتك، عيوبك إيه هي، مميزاتك إيه هي، قدراتك ومهاراتك، إيه الصفات اللي أنت موهوم فاكر إنها جواك وهي مش موجودة، وبعدين هيحصل حدث يحصل كأنك تتفضح كده: أنا ما كنتش متصور إن أنا ما بتحملش المسؤولية بالطريقة دي، ما كنتش متصور إن أنا غضوب وضيعت أغلى حد عندي في الدنيا. إيه رأيك قبل ما تحصل الأحداث الكبيرة دي تحصل أحداث صغيرة تبان صفاتك؟ أهو أحد حكم ربنا من الاختبار اللي في الدنيا يظهر ما في باطنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنبلونكم